بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسولنا وبعد. أيها الإخوة، درسنا اليوم حول التاريخ الإسلامي. نتكلم حول ما تحول إليه المنطقة، لا ندري هل نسميها المنطقة العربية أو المنطقة الإسلامية أو الجزيرة العربية، لا أدري أي اسم نقول عليه، لا بأس، ولكن المنطقة الذي انتشر فيها الإسلام في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم. بعد وفاة الرسول حصل أمور، انقسم الناس إلى فئات، سنتكلم حول هذه الفئات بإذن الله تعالى. برایت عزیز، درس ما ایروج درس دیروکا اسلام، یعنی بحثا او هرما کتیدا اسلام بلابو. تخازن امجرا بیجن منطقه عربی، تخازن بیجن عرض حجازه و حاصل كيف وزنه و چنا بيت بیجن سربستن او منطقه وكتدا اسلام بلابو. آلی یمن بگره حتی مکه، طائف، مدینه و ام بیجن منطقه در دوره وان قبیله هانه. بریا کو پیغمبر وفات بکه و پشت پیغمبر وفات کرد، دست پیک کی گوهرتنه کی تدا چه بوم. بریا کو پیغمبر وفات بکه جد سال داویدا هنه کی سروک قبیله او بچ مازن فعما تشتكي كرن. قو والله واد إنكي إنسان دكارم سروكاتي كل في منطقة هاني بكن أو سروكاتي هاني جرى نافك لازمة، عنوانك لازمة، أو عنواجي آجاخ نبوة وبيخنبري كبه. يعني يكي قبيلكي النكارة هرا قبيلادن بنافك بيجا سروكي تما ليتكارة بيجا أيجي بما بيخنبري خده. من افتشتی آنه دست بکر حتی بر یک پیغمبر وفات بکجی یک جوان انسانی که دگو مسیلمه بوش پیغمبر را مکتوب کشان گو نیویش ترا نیویش مرا و ظلمتی خوشی کرد و پیغمبر جی خو کی دید که ده بازن زیر دستی دابون او هات کرد بن بفکره که فریان چون دبی تأویل چیه پیغمبر خدا، دبی تأویل ایوانه که دبیجن پیغمبر رب عالم شر وان بلا بکه ان شاء الله. یعنی دست بکرن وان انسان هانجی، یعنی چند مشکلات درکتن. یک جوان مشکلات هجا پیغمبر حیات دابو هنه کی جوان گوتن ام بونه پیغمبر، یعنی فهم کرن سروکاتی کی کتبو خازج ملت ربکی ناوه کی جرا لازمه بناوی قبیله چه نابه یا تبجا شیخ کیمه یا پیغمبر کیمه تی بحثا تشتكي بكي. أما أنا بحث ما جروبي هاني بكن. طبعا قبل وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم كان قد بدأ بعض الأشخاص يدعون النبوة، والرسول قد رأى رؤيا، ومن هؤلاء الذين ادعوا مسيلمة الكذاب وكم شخص آخر كذلك. الملفت للنظر هؤلاء الذين طلبوا الزعامة في المنطقة لم يطلبوا الزعامة لأنهم رئيس قبيلة، قال نحن أنبياء يوحى إلينا. رأوا بأن هذا العنوان بإمكان هذا العنوان أن تجمع الناس حولك. رأوا بأن الرسول صلى الله عليه وسلم، حاشا لا نحب أن نقارن بين الاثنين، ولكن رأوا بأن الرسول فتح البلاد واتبعه الناس وقبيله رسولا، وهو كان حقا رسول يوحى إليه. فهؤلاء قالوا إذن العنوان الجديد، الاسم الجديد أو اللقب الجديد الذي يمكن أن نجمع الناس حولنا هو النبوة. فقالوا نحن أنبياء، ومنهم مسيلمة الكذاب وكان يقول يوحى إلي، وله أشعار الناس يضحكوا عليه، ضفدع بنت ضفدعين، الفيل خرطوم طويل وذيل قصير وما إلى ذلك من الأمور المضحكة. فكانوا يعلمون بأن الزعامة إنما يمكن باسم النبوة وليس الزعامة بشيء يظهرون أنفسهم أعلى من الناس يوحى إليهم. كل من خرج من الإسلام أو حارب المسلمين لم يقولوا نحن أهل الأوثان، لم يدعوا العودة إلى الأصنام، قالوا نحن أنبياء. الملفت للنظر هو هذا، لم يقولوا نعبد الأصنام وغير ذلك، لا إله، لا، قالوا هناك إله ولكن يوحى إلينا. فبهذا الشكل المجموعة الأول نحن نسميهم فريق ادعوا النبوة، ونحن نطلق عليهم الردة. كل من ادعى بأنه نبي فهو مرتد. كانوا يقبلون، يقول نقبل الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، وبعد ذلك نقبل الثاني كمان هذا شريكه. فالمجموعة الأولى أهل الردة، وسنتكلم عنهم بإذن الله قليلا. جروبي كدركتن أبي كدقوتن أم بيخنبرن بري هرتشي جاميرا فهم كرجو مزناتي بناوي بيخنبرية شدبه، بناوي عشيراتي الشيخ عشيري منا جاميرا جيفي تشتي فهم كرن هيرتن بيخنبر عليه الصلاة والسلام جي قريشية، شخصة كي قريشي قبيلة حالة وان نورمال وزوها بجم نبر مازنبون جبر خاطري كعبيج بر خاطري وي
قيمة تاويل نافع عربة ده هنكي أبو ترسيان يعني كان جرى كبر مصيبات سري وان كانتنا خصوصا وقت فيل وفرداوي ده حرمتها كعبيد قرتن أو حرمتها هاني قيمتك دابو قريشية ولكن تبيجي قريشي وجمارة زيدا وعسكري وان هلا تنبون فقط وان إنساني هاني تماشا كرين واي شخصكي قريشي قبيلة نورمالة دركت قواس بيخنبرم كي خدي كريا بيخنبر وحي جيراته ملت دورا يكون بو عسكري يجبون جهاد كر باجارة فكر يعني قيشت مرحلة كي كويدي دكاربا بروم راي شربك أو قسم مازن بو أفان إنسان أجي قوتن والله أمجد خوازن ببن مازن ليك أز بيجم أز مازن فلان قبيلة ما بتاني باصننه قارا أز بيجم وحي جمرة هاتيه خودش مرا خبر کی شاندی اجماع پیغمبر خوده یک جوان جی مسیلمه بو حتی مسیلمه جی چند آیت خوی کتاب خود خواند يعني مثلا یکی چوجرا گو جد وحی تجهیز مرا وحی خبیجه تدی سورة ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل هاي ويجي قال سيوكا فيل سورة كتنه چيكم گو فيلو ما فيلو تجزاني فيل چيه خورتوما يوا درجة خورتوماي دوفكا ويجي كنكه ور حاصله كلام شخا بيكنيان والله بياد توحي كننا يعني يا كدني رابو جو عين مسيلمة جو ضفطع بنت ضفطع عين بقى لا يتجقى بقى نصفك في الماء ونصفك نظام فوق الماء نيفيت الأبد نيفيت درماي شخا تفك يا جو والله حتى تشكي دنيش جو يا كدنيش برا دوام كر كلمة كخراب جرا قوتنا ولا تيزان يبي نقرعانه أبي زان نقرعانه لي منفعته متدها يعني لیوان انسان اوه که پشت وفات پیغمبر جامعه نگوتن امبونه کافر پیغمبر گو تمام او پیغمبر به امجی بونه پیغمبر رده وان دویده کافر بونه وان دویده ته لین نزبرین وکا بره نبون پوت پرست جی پوتا را عبادت نکرن بازار پوتا دوی منطقه دا قدیه دی پوت هیکل سانم پره نکرن گو امه بجن امجی پیغمبرن و بناوی بی پیغمبری هانه امشخا مجادله بکن وی شکل هانه درکته طبعا الجروب أو المجموعة الأول الذين ارتدوا عن الإسلام وادعوا النبوة يعني ردتهم خروج من الإسلام ليس العودة إلى الأصنام بل ادعاء النبوة لبعض الأشخاص وهؤلاء قوية شوكتهم لأن الأسرة أو القبيلة كان قوي مسيلمة اليمان أهل اليمامة كانوا أقوياء وقتلوا المسلمين الذين بينهم هكذا لم يكتفوا بالنبوة فقط بل بدأوا يعتدون على المسلمين بالقتل فهذا المجموعة الأولى فكان على المسلمين المهاجر يهاجمهم لأن هؤلاء سيزداد قوتهم ويهاجموا إلى أماكن أخرى بجروبها عولك قوتن أن فلان أشخاص كرم بيغمبر يعني بويجي ناس ساكنين طبعا قبيلة وان مازن بو عشيرة وان زيدا بون ظلام وان جهبون جامرة شكرا بريا هرتشتي مسلمان كد نافا وان دهبون وان جي كشتن نافوان دا طبعا عشيرته نبون كافر نافوان دا مسلمان هبون خدي ايمان هبون اوانا جو عولي قرم وان بسمام يخيوك بنا مسلمان اموان بكشن وان كشتن يعني ابي بخوج بو سبب كي قوات الصحابيات ومشار وان بكن بويا وانا دك ايمانيه وانا يك قوتن ام بنا پیغمبر ابي بخوج جريمه كي يعني رده اجدين درتين اد دويا وان مسلمان يعني ما كشتن بده شكله بون مستحقك وبوانا وانا شر كرن ابي جروب عول وقت پیغمبر وفات کرد اوانا درکتن لازم بو ابو بکر الصدیق جوانا چارکی دینه يعني ابیا گروب عول جوان درد و کلی کبو بلا سر ابو بکر الصدیق پشت وفات پیغمبر يكشي ابو المجموعة الثانية لم يخرجوا من الإسلام ولكن قالوا لا نعطي الزكاة أو أنكروا فرضية الزكاة ربما بهذا الشكل يمكن أن نقول قد خرجوا من الإسلام لأنهم حسب قناعتنا ويقيننا أنكروا شيئا معلوما من الدين بالضرورة ولكن كانوا حديث عهد بالإسلام فقالوا أخذ الزكاة من خصوصيات الرسول صلى الله عليه وسلم الله يقول خذ من أموالهم أنت ستأخذ من أموالهم فما دام الرسول قد توفي خلاص انتهى هذا الأمر نحن غير مكلفين بدفع الزكاة هذا مجموعة ثانية كمان خرجوا لا ينكرون الإسلام يقولون نقبل الصلاة ولكن الزكاة انتهى الأمر خلاص لا ندفع الزكاة الذي كان يأخذ الزكاة منا وهو الرسول قد مات خلاص فإذا انتقل الرسول انتهى فرضية الزكاة علينا بهذا الشكل حصل عند أبا بكر مجموعة ثانية ينكرون الزكاة فمجموعة ثانية هم الذين أنكروا الزكاة جروبا دو يمين تسادركت وأبو بكر قرب وان راجي مجادلة كي بكرا
جامرة پیغمبر قبول کرن حضرت محمد علیه الصلاة والسلام گو پیغمبر خدا احتراز متن جرا لمیجی فرض ملمیجا خوشی بکن فقط زکات فرض بونا زکات قدیه خلاص جرا گوتن چما زکات خلاص بو گو خودش پیغمبر گوته تهر زکات بستینه خذ من اموالهم خذ و تطهرهم بیا زکات جوان بستینه گو مادام پیغمبر جمر اف آیت قدیه یعنی زکات هدی نفرزه چما نفرزه حیرا گو اوی زکات جماعت صنبر فرضیت زکات قدیه هجا نوبون کتبون اسلامی اوانش خواهد تشتی که فهم کرد گو فرض بونا زکات به پیغمبر و گریدایه پیغمبر چو زکات چی قدیه پیغمبر به زکات چی هیه اویاجی گروبا دوه ابو بكر الصديق قال لهم برواني شاركات ندينا مجموعة ثالثة لم ينكروا الزكاة ولكن منعوا الزكاة قالوا لا ندفع الزكاة إلى الخليفة الزكاة رؤساء القبائل قالوا الزكاة أموالنا نحن سنتصرف فيه كيف نشاء لا دخل للحكومة في ذلك فكان على أبو بكر رضي الله عنه أن يواجه هؤلاء كما اليوم نرى الدولة صاحبة المركز السلطة المركزية يأخذ الضرائب يوزع الضرائب حسب الحاجة على المحتاجين فأبا بكر كذلك قال الذين يمنعون الزكاة فعلينا أن نؤدبهم ونبين لهم ليس من حقهم أن يمنعوا الزكاة الدولة سيرسل شخصا يأخذ منهم زكاة وبعد ذلك يوزع على الفقراء وبعد ذلك يبعث إلى مكان أخرى كما كان يفعل الرسول صلى الله عليه وسلم إذن خرج أمام الصحابة ثلاث مجموعات مجموعة ادعوا النبوة مجموعة أنكروا الزكاة مجموعة منعوا الزكاة فلنرى كيف كان حال المسلمين كيف سيتصرفوا معهم يعني في كرتانية هاني سي جروب دركتن جروبا يكي جو زكاة پیغمبر يكي نواتيه جروبا دويا جو زكاة نفرزه جروبا سي جو زكاة فرزه لأمنادن جروبا سي جوها دركتن جو زكاة فرزه مناب نفرزه فقط ام زكاة خود تسليم خليفة ناكن زكاة امنادن دولته زكاة دست مدابه جوانا تقول مانع الزكاة وانا تقول امنادن اوه که گوتن امنادن جی بپرانی سروک عشیرابون لورا گوتن که ام بیجن تمام زکات توپ ناکن زکات ناکه و دستی ما نکه و دستی ما پره مجنامینه از مزناتی چه و سر ملت بکم مزناتی اگر از پرا بکم جی که زکاتش خلیفه را بشینن یا جی تسلیم دولت بکن گو زکات دستم دایه از زکات نادم دولته زکات دستم دا به فی شکل هانه از کم بکم نادم خلیفه از مخادی خبردان از حکم سر ملت بکم وی شکل هانه سه گروه ما چه بون گروه کی پیغمبری خواستن گروه کی زکات انکار کردن گروه دنه گو زکات امنادن و زکات دستم دایه وقت ایرو تانه تدی هر دولت کی سیستم هایی هست دبیونه و زکات ای وقت بناوی ایرو سکات یعنی وقت بیشن ضریبه ورگی امجرات بیشن کردید بیشن باج هانه به وی شکل هانه دولت استینج هر کسی یعنی کسی نکاره بیجه ولی زاخو نادم ته لگورا دستور دولته ته هر کس کی زکات آخو بدی به وی حال هانه وان انسان هانه کار و خبات آخو کرن و گامی وی تشتی هانه بکن طبعا بعدما تكلمنا عن هؤلاء فكان على المسلمين أن يواجهوا المجموعات الثلاثة ولكن حسب الأولوية أول شيء سيهاجم على من يمنع الزكاة الذي يدعي النبوة أو الذي ينكر الزكاة فعليهم أن يقوموا بتدبير خطة مفيدة مناسبة يجمع لا يفرق ويكون النتيجة فيها النصر للمسلمين ولكن قبل أن نتكلم علينا أن نعلم ليس كل القبائل أو البلدان خرجوا من الإسلام بقوا مجموعة على إسلامهم طائف كبلد مكة المكرمة كبلد لم يخرجوا من الإسلام وأهل المدينة طبعا استمروا على إسلامهم وهناك حكاية معروفة ربما كثير منكم يتذكر سهيل بن عمرو حينما كان أسيرا وأطلق المسلمون سراحه في معركة أو في غزوة بدر أراد سيدنا عمر أن يسحب أسنانه لأنه كان خطيبا بليغا ويهجو المسلمين يحرض الناس على المسلمين فسيدنا عمر يقول أسحب لسانه أقطع أسنانه حتى لا يتكلم مرة ثانية فالرسول يقول صلى الله عليه وسلم دعه لعله يقوم في مقام يسرك بها وهذا سهيل بن عمرو حينما يسمع أهل مكة بوفاة الرسول بعضهم يقول خلاص مات محمد نعود إلى ما كنا عليه فحينما يسمع بهم يذهب ويبهدل الجميع
يفضحهم وينصحهم يقول بئس ما تقومون به، نحن آخر الناس دخولا في الإسلام أن نكون أول الخارجين من الإسلام، ليس عيبا علينا، والله الذي يفكر هكذا أقطع رأسه. فبهذا الموقف الناس يعود إليهم رشدهم. وسيدنا عمر حينما يسمع وهو يقول عمر كيف حالك؟ كنت تنوي أن تسحب الأسنان، فيقول رضيت بالله ربنا بمحمد رسوله، وكان أعلم مني صلى الله عليه وسلم. هو كان حكيم والحق مع الرسول صلى الله عليه وسلم. 3 محافظات لم يأتي إليهم الكفر، وخصوصا مكة وطائف آخر المناطق إسلاما ولكن ثبتوا على إسلامهم. أما أنا بحث بكن كان مسلمانة شواب وأنا شاركر، ولكن بري هرتشتي فيها زانبا مدينة ود باجار دن السر إسلام إيمان بروبلم سما عمده. مدينة مكة طائف وان هرس باجار جي إسلامي در نكتن. مدينة شكون باجار پیغمبر عليه الصلاة والسلام، طائف جي أو باجار پیغمبر وقت هجرتك جار كي شو تبي راوت شو اللي خستن وار حاصل پیغمبر بريندار بو درنگ جي بو مسلمان قالك درنگ بو مسلمان، او مكة يشكون فتح مكة دا بو مسلمان. اوان هر سياسة الإسلام أخوان مكة مدينة طائف وانا تمام لمكة دبين ملت مكة هنك يا خس وببن كافر جارك دي قوش محمد مر ما مهر سردين بابو كالخو سهيل كوري عمر اف سهيل كتابي راود وقت ما بحث الشر بدري كير بحث أسيرة ما قو يك جوان أسيرة اف سهيل بو سهيل إنسان أكيد دبلوماسي بو وزمان يجي عجيبو شعرايش خوان وملت كوم تكر إجا كبرياز مسلمان عاجز كربو بخبردان أخواته كتي قرتن حضرت عمر دبي يا رسول خدا إذن بده از دراني كاشكم ددام كاش که دماغ دراني مروات نبات خبر زمان تدرتي دنكاري خبر دي واكونو بك واز دراني كاش كبرجارة كادي زمان خود رج نكه پیغمبر عليه الصلاة والسلام دبي عمر نا بلكي روجا كي خبردان كي بك كيفاته ورها روكي بلكي خبردان كي كر كيفاته ورا اف سهيل بو مسلمان دماكو خبرتي قوي وهيك جينجو اختيار مكيت خوازن ببن كافر باند كنت بورا سهيل تجي انسانه كي اختياري روسبي بكردي بروسبي يعني سهيل ورا تخيده وان شرمزارتك دبيجا منفدي ناكن باش هر کسی امور مسلمان بری هر کسی اسلام درکه ما نه عیبش ورام ویتشتیانه دبیجن اوی عیبه بکره منای ملت قش بري أما أبو مسلمان وبيجدا شو وهالله هلا أم داوية كتني ولا بري هركسي أم ببن كافرجي والله عيبة كيفي تشتبينا عقل خو أزي تشبين مسريوي حتى قبول ذكر مثلا أبو سفيان بو مسلمان فقط هنا كي قراتي أبو سفيان هبو تقول أزوامه سهيل نوه أبو سهيل قبول ذكر تقول ما بركي ماني كي كر أم درنگ بو مسلمان أبيك مجوانا تقول وانا شفانن وانا نظام شنه جامعه قش بون خدي علم قدر قيمته وان اسلام دا چه بو وانا پیش دا چونه دماكو ابو سفيان عاجز تقول ابو سفيان خبر نده حق متنم خبردن ما پر قراتيه كر ما قام تشتكينا مع الاسف ام نبو تشتكي ملات شو حسب سيار وملات شو ما يجاش خاد ماشين يعني احتراز نكه ام مستحق في جي هاننا يعني ام مستحق جيكي بلندن اجا ابي ظلامي هاني وقتك هات جوانا جو طبعا اجا باشي حضرت عمر دينا دبي عمر تدي پیغمبر اشترى قول شتا قول دراني بقشين پیغمبر نيشت اجا حضرت عمر بجا استغفر الله خدای من عفو پیغمبر باش پیشا خود ديت من اديت پیغمبر زان وفهمت اشتاد كر ما فهمنا كر بنا من هذا دراني تكشان بو اما پیغمبر نيشت وما شاء الله تشتكي قالك باش كر تباجارك لسر ايمان دا سكناندن باجارك لسر ايمان ما. طبعا تصرف ناتي الى تصرف سيدنا ابا بكر مع الصحابه، ابا بكر استشار الصحابه ماذا نفعل ماذا لا نفعل، وكذلك كان جيش اسامه في الغيبه يعني كان في سفر لم يعودوا بعد، فبعض الصحابه قالوا يعني نمشي الجميع نداري هؤلاء وهؤلاء الى ان نجتمع القوه وهكذا نفعل، ولكن ابا بكر قال اذا نتهاون في الامر لن تقوم لنا قائمه، علينا ان نظهر باننا على الحق. وكان أبا بكر في الأخير يناقش وهكذا يأتي بالدليل وهؤلاء يأتون بالدليل، ولكن في النتيجة يظهر بأن أبا بكر كان أحقهم على الصواب وأقربهم إلى الصواب، حتى له موقف كان صاحب فراسة رضي الله عنه. يأتي قبيلة من القبائل بجنب مكة
الظاهر يأتون للمناقشة المفاوضات، ماذا نفعل، ندفع الزكاة ما ندفع الزكاة، هذا الستار الظاهري تحت اسم المناقشة. ولكن في الحقيقة حتى يروا قوة المسلمين، عندهم قوة ما في قوة، إذا ما في قوة يهاجم على المسلمين. فأبا بكر يظهر قوة وغضبا في وجههم، يبهدل الجميع. سآخذ منكم ولو يكون قطعة حبل، يعني أي شيء تدفعونه للرسول سأخذها منكم. الصحابة يقول يا أبا بكر على مهلك، يعني ليش هكذا؟ فعصبوا يغضبوا هكذا يبهدل. فبعدما يعود يقول اذهبوا وسألحق بكم. هؤلاء يقول يا خليفة رسول الله لماذا هذا الشدة؟ يعني يقول رأيت في عيونهم الغدر، أتوا ليفتشوا هل عندنا الضعف، عندنا قوة، كيف بإمكانهم يهاجموا علينا ما يهاجموا، وأعدوا أنفسكم بكرة وبعد بكرة سيهاجموا علينا. طبعا أبا بكر كان خليفة وكان صاحب حكمة، فأمر الصحابة يستعدوا جميعا، حتى يقال بأن المسجد كان مقر القيادة، الجنود دائما فيه هكذا محضرين، حتى أرسل إلى سائر القبائل قال الذي عنده مسلمين فليأتوا إلينا حتى نساعد ندافع عن المدينة. وبعد ذلك وفعلا أرسل كما نقول استخبارات، يعني حتى يأتوا بالأخبار. فتحقق ما كان يتوقعه أبا بكر، هؤلاء ذهبوا وعادوا. فحينما عادوا كانوا يظنوا بأن المسلمين نائمون، فرأوا بأن المسلمين قد وضعوا لهم الكمائن وهاجموا عليهم فدحروهم. فبعدما أصيبوا بالخسران انفتح الباب أمام المسلمين، وسائر القبائل بدأوا بالعودة إلى أنفسهم. هذا يبين حكمة سيدنا أبا بكر، وأنه كان يفهم النفوس، وحينما ينظر إليهم يرى في عيونهم الغدر والحيلة. أمي أنا إجا بحثا يمكن بحثا بلانا أبو بكر الصديق. من أبو بكر يقول خلاص أمي هر شارع ما تنده صحابية تخوز جرا بجن عجلناك يا واش يا واش هيدي أم دبلوماسيكا زي دبكن. أبو بكر يقول حتى أنا فقير بو دنجي خنات كربو بو بشير هنكي قبيلة ظلام يخشاندن جوهرن بوانا خبردن بازار بكن، يعني بازار سياسي له أم بكن أم نكن أم زكاة بدن أم زكاة ندن بازار بكن. أبان قبيلة هاتن أبو بكر خبر ددن أم ناخذن زكاة بدن أم زكاة أخوها بكن أم بيا بكن. هاتا ما شاد كن أبو بكر ما شاء الله بيكنا شير عاجز بيه تقع حرب أزيوها بينم سريوة أزيوها بينم سريوة. ياكي وكا حضرة عمر دبي أبو بكر هيدي شبي يشتهي أبو بكر جرت بعمر دبي جاهليته دا تظلام وشبوش تيرو ترسيانة أو قاسة حسابك يعني رولي وان هاتن قهرتن. أبو بكر الصديق تهديد كل يعني قوة الله بوستاكي بن وزانتشن يعني تشتي ساري حيوانا جياج قوة بوستاكي دابا بيغمبر أزوار بيجوا بستينم أبدا وشي دايكي عين أزوار بيجوا بستينم. لا حول ولا قوة إلا بالله. مسلمان عجيب مان وأنا حاصل كلام قوة نهرن قوة استعمل جمازي مجبور جوا بستينم وان قبيلة راقو شواك شون أفانا قلت يا أبو بكر خيره تتموقع عاجز بوي قوانا شعبي وان شعبي خيانتي وانا نجبون خدي هاتم نجبون بازاري هاتنا أفانا هاتن تماشاكن جا قوتها ما هيتنا أم شد كارم بكن أفانا جبين ياتي هاتن وقلت جوانا دبيت بها حاضر بن صبيت اسبتين جي صبيت اسبتين أفانا نجبون خدي هاتن نكو هاتن بازار بكن جام زكاتي بدن ندن نجبون حاضر بن. طبعا أفانا شون أبو بكر ما دافع عن كنا جوانا شعبي وانا خيانتي هبو شعبي وانا نه آشتي بو بفي شكل يعني على رملي خستن ارتشيك والظلامن براتب هرقاب مزقفت دا سلحي وانبانا بحاضر بن لدورة مدينة جي جروبا دا حاضر كرن قونجي دورة مدينة دا هرن ورن إيرو تنصبيتن و بلان خدان شكرني جوان قبيلة شكتيني چون البيشيا وان كمينا فكرن كمينو زانن شنه دحفك يعني كمينا فكرن لفان ظلام هاي وانجتنا بقوقاش خن أبو بكر فعما تشتكي نكريه قوم تشو تماشا كر فانا زعيفنا أمي ورن أما أبو بكر الشعبي وان خيانتي ديد لبيشيا وان دحفكا فكر بو دماكو هاتن تماشا كر ما شاء الله بسلمان قرقا وانقرتن إيه مسلمان جبي وقتها هاني صحابي مازن صحابي قهرمان حضرة علي سعد كرابي وقاص حتى أبو بكر بخوش ناب وان دا شرط كر حضرة عمر وان صحابي هاني تبد شرط أبون بفي شكل هاني أف قبيلة هاني كوهات وبشتا وان شكيا هيدي قبيلة بقبيلة سيستاي وانا تشيبون وهيدي هشي وان هات سري وان فهم كرند مدينة دا قوتها كمازن هي أف قوة مدينة زو مغلوب نابه. طبعا بعدما غلبوا المجموعة الذي هاجموا على المدينة فعاد إلى معظم القبائل رشدهم
خصوصا الذين كانوا يقول لا ندفع الزكاة نحن سنقوم بتوزيعها، فبدأوا بعد ذلك يعودوا إلى رشدهم ويرسلون الزكاة إلى المسلمين، إلى أبا بكر رضي الله عنه. وكلما يأتي مجموعة من الناس الناس يقولوا محذر هؤلاء سيهاجموا علينا، فأبو بكر يقول بل بشرى، ليس تحذيرا بل بشرى فيهم، يأتوا لنا بالخير. فكلما يأتي مجموعة من الناس هم يقولوا هؤلاء سيهاجموا أو للتحذير أو للتخويف، فأبا بكر يقول بل البشرى. فهكذا كثير من القبائل عادوا إلى رشدهم، ولكن بقى بعض القبائل الذين امتنعوا عن دفع الزكاة، وكذلك الذين ادعوا النبوة، فهذا له درس آخر سنتكلم بحقه إن شاء الله. پشت کوفان قبیله عول پشت وانشکیا حضرت ابو بکر امتکارم بیجنه دی دیرکسون که دست مسلمانا ملت تماشا کر ولا قبیله کی هات پشت وانشکیا قبیله دی پشت ویشکیا عسكر اسامه جهدی دی زفری مسلمان مدینه کو قوت وان چبو قبیله کد گوتن ام زکات خو نادن ام زکات خو بدن سروک خو هش وان هات سری وان ترسیا بشکی چاوی خو بکرن او دست بکرن هدی زکات خو ددن خلیفه روی گروه اكيد هات ام بجن 20 حب دفات هات وظلام دهات ملت تقول الله وانا هات تهديد امتكن كيد هات ابو بكر تقول تهديدنا وانا مزجينيه وانا هاتنا تسليم دبن جروب حتى ابو بجن روكي دو سيانه هر جاري قبيله كيد هات عشيرتك كيد هات وانا تسليم خليفه دبون بفي شكل هانه وان قبيله در دور مدينه وانه كنت قلتن ام زكاه خو بدن سروكي خو تبا توبكر هش وان هات سريوان مانك وان كسر دعوه پیغمبريت كن او مان وأبي قوتن أم زكاة قد نادن أوان هردو جروبي هانمان أو جي حفتاتي بإذن خدا أم بحث وان بكن إن شاء الله. إلى أن نلتقي في الجمعة القادمة، ابقوا في حفظ الله ورعايته، ونرجو الله عز وجل أن يفتح علينا أبواب الخير والسلامة إن شاء الله، ويرزقنا حسن الفهم والتفقه في الدين أيها الإخوة. حتى حفتاتي تف بن ستارو وحفظوا رحمته خدي دابن ربي عالم دار خير اللواء والمتبع بك إن شاء الله سلامتي الدين والدنيا بدا ما أمانات خدابن. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.